بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم حبايبي في خيط وغرزة، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنبتدي مع بعض غرزة نتعلمها سوا. غرزة بسيطة جدا وسهلة جدا من غرز الكروشيه الجميلة اللي احنا متعودين عليها. انتوا عارفين طبعا ان احنا انماط الكروشيه كتيرة جدا، فالنهاردة نمط مختلف من غرز الكروشيه ما شرحناهوش قبل كده. هنبتدي نعمل سلسلة بالحجم اللي احنا محتاجينه، مش كبير، يعني حجم العينة. طبعا لو احنا هنشتغل مشروع هنبقى عارفين حجم السلسلة بتاعتنا سواء بالعدد او هنقيس بالمزورة، ونعرف السلسلة ليها طرفين، طرف امامي وطرف خلفي. ده الطرف الخلفي اللي احنا هنشتغل فيه. هنبتدي على طول ناخد لفة. احنا من غير اي حاجة السطر الاولاني هنعمله كله غرزة حشو، غرزة حشو عادية. طبعا احنا شرحنا غرزة الحشو العادية في فيديو منفصل وتعلمنا ازاي نعمل غرزة الحشو. غرزة الحشو انا باخدها من غير اي، بدخل في الغرزة السلسلة بتاعتي والطرف الخارجي من غير اي لفات باخدها على الابرة، بدخل على طول واخرج، اخد لفتين على الابرة، بدخل كده واخرج بلفة واخد، بيبقوا حلقتين على الابرة، باخد لفة واخرج منهم. هي دي غرزة الحشو. طبعا احنا عملنا كذا فيديو لغرزة الحشو، لان غرزة الحشو في منها انواع كتير قوي. دي غرزة الحشو الكلاسيكية العادية اللي هي من غير اي تفاصيل كده اهو. بشتغل لاخر السطر غرزة حشو علشان ابني عليها الشغل بتاعي. انا كده خلصت السطر بتاعي كله غرزة حشو اهو، عملت كله غرزة حشو. هبتدي اقلب القطعة بتاعتي وابتدي اشتغل. هاخد غرزة ارتفاع سلسلة واحدة وهبتدي على طول هبدأ الغرزة بتاعتي النهاردة. هاخد لفة وهدخل في اول حلقة عندي في من حلقات السلسلة. احنا اتفقنا ان هي السلسلة بتاعتنا بتبقى حرف الفي، بناخد الطرف الخارجي بتاعها وبنشتغل فيه. هنشتغل غرزة نص عمود او عمود بدون لفة كده اهو. دي اول غرزة عندي، اخدتها غرزة عمود بدون لفة. هعيدها تاني للي ما اخدش باله اهو. انا اخدت الارتفاع الغرزة بتاعتي سلسلة واحدة، لما قلبت الشغل دخلت على السطر اللي بعده اخدت سلسلة ارتفاع واحد، باخد لفة علشان اخد اول غرزة عندي هعملها غرزة نص عمود، وبدخل في اول سلسلة تقابلني على طول اول طرف السلسلة، بيبقى واخد لفة واخرج بيها. بيبقى عندي 3 حلقات على الابرة زي ما انتوا شايفين كده، باخد لفة واخرج بيهم كلهم. يعني انا بالظبط كده عملت عمود بدون لفة كده اهو. هبتدي بقى الغرزة اللي بعدها هعمل ايه. دي الحتة اللي جاية دي هي الحتة مهمة وهي اساس الغرزة بتاعتي، ان انا بدخل تاني في الغرزة رقم 3 في الحلقة رقم 3 اللي انا خرجت منهم. هدخل فيها تاني كده اهو، وانا جوه الغرزة بالابرة بدخل في الحلقة اللي بعدها اللي عليها الدور وباخد لفة وبخرج كده. برضو كونت 3 حلقات على الابرة اهو، باخد لفة وبخرج من التلاتة زي ما انتوا شايفين كده. موضوع بسيط قوي. بدخل في الطرف الاخير من اخر الغرزة اهو، بدخل في الغرزة اللي بعدها باخد لفة وبخرج. بيبقى عندي 3 حلقات على الابرة، بخرج منهم بلفة اهو. بدأت تتكون عندي شكل الغرزة، ولسه كمان في الاسطر الجاية. يعني هو التكنيك عندي ان انا بدخل هنا اهو في اخر حلقة انا اشتغلتها، وانا جواها بدخل في السلسلة اللي عليها الدور واخد لفة. بيتكون عندي 3 حلقات على الابرة، بخرج منهم بلفة اهو.
زي ما انتوا شايفين كده، بسيطة جدا وسهلة جدا وغرزة عملية جدا بستخدمها، بشتغل بيها اي حاجة اهو. انا مش باخد اي لفات، انا بدخل من غير لفة في الغرزة الاخيرة، ومنها على طول للحلقة للطرف الخارجي من السلسلة اللي بعدها. بيتكون عندي 3 حلقات، واخد لفة واخرج من ال3 حلقات اللي عندي على الابرة اهو. زي ما اكون كده انا بربط الغرز كده ببعضها، ان انا الحلقة الاخيرة بربطها بالغرزة اللي بعدها على طول كده. 3 حلقات بخرج منهم بلفة، ودي نمط الشغل بتاعي بيبقى بالطريقة دي في غرزة النهاردة اهو. بدخل في الحلقة الاخيرة من السلسلة اللي بعدها وباخد لفة اهو بنفس الطريقة لحد نهاية السطر بتاعي. طبعا لو هنعمله شكل دوران برضو هنشتغل بنفس الطريقة، يعني لو طاقية بونيه هنشتغل برضو بنفس الطريقة اهو. انا خلصت السطر الاول بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها، او بمعنى اصح السطر التاني هو السطر الاول في الغرزة بتاعتنا. هنبتدي ان نقلب الشغل علشان نروح للسطر اللي بعده، وهناخد ارتفاع غرزة واحدة سلسلة واحدة. هناخد احنا اول غرزة في السطر بنعملها غرزة نص عمود علشان نبتدي بيها الشغل. هناخد لفة ونخرج من ال3 لفات الحلقات اللي عندي، وهبتدي اكمل بالغرزة بتاعتي. هدخل كده في اخر حلقة عندي من الغرزة اللي اشتغلتها، وهروح للحلقة في السلسلة اللي انا هشتغل فيها، وابتدي اخد لفة عشان يبقى عندي 3 حلقات على الابرة، واخد لفة واخرج منهم، وهكذا بكرر. باخد لفة هنا، بدخل قصدي هنا وباخد لفة وبخرج بيها، وناخد لفة ونخرج. تكون عندي 3 حلقات، باخد لفة وبخرج من ال3 حلقات زي ما انتوا شايفين كده. ده شكل الغرزة بتاعتي بعد ما بدأت في السطر التاني من الغرزة. هكمل شوية علشان شكل الغرزة يبان. بدخل جوه الحلقة الأخيرة، وبدخل منها على السلسلة اللي عليها الدور، وبخرج من ال3 وهكذا. بدخل في الحلقة دي اللي المفروض اشتغل منها، وباخد لفة واخرج، اخد لفة واخرج من ال3 حلقات اللي عندي على الإبرة. بدأ شكل الغرزة يوضح، ولسه كمان لما نشتغل كذا سطر هتلاقوا شكل الغرزة اتضح بقى اوضح اهو. زي ما قلت لكم استخداماتها كتير في اي حاجة احنا عايزين نعملها، بطانية للبيبي، كوفية، طاقية، شال، اي حاجة، لانها سهلة زي ما انتوا شايفين، مش معقدة ولا حاجة. هو غالبية شغل الكروشيه الحقيقة شغل سهل وبسيط. ان شاء الله مع بعض هنتعلم كل حاجة واحدة واحدة اهو. بشتغل معاكم بالراحة علشان نستفيد من كل خطوة. بعيد وبكرر اهو نفس النمط لحد اخر السطر بتاعي اهي. تقريبا دي اخر غرزة في السطر. بدخل كده وبدخل في اخر سلسلة عندي
خلص السطر التاني، هنبتدي على طول في السطر التالت علشان توضح الغرزة. هناخد غرزة واحدة ارتفاع وهنبتدي نعمل غرزة نص عمود. احنا اتفقنا اول غرزة في السطر بتبقى نص عمود نبني عليها الشغل. هنبتدي على طول اهو. انا بدخل في اخر واحدة من الثلاث غرز اللي كانوا على الابرة، هدخل في دي كده اهو، ومنها على طول السلسلة اللي عليها الدور المفروض اشتغل فيها، بدخل من جواها من خلالها وببتدي اخد لفة واخرج من الثلاث حلقات اللي عندي كده اهو. هكمل السطر بنفس الطريقة. ده شكل الغرزة بتاعتي بعد ما اشتغلت 3-4 سطور ارتفعت بيهم. بيبقى في بروز كده اهو بين السطر والسطر، لان انا بشتغل في اتجاه واحد من السلسلة، مش بشتغل في طرفين السلسلة مع بعض، فلازم يعمل البروز ده، الزجزاج ده البارز. بتلاحظوا ان شكل الغرزة واخد ميلة، صفوف كده مايلة اهو. غرزة عملية وجميلة. يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة. ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم.